مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم دبس التمر. انا اول مره غادي نستعمله، اول مره غادي نصاوبه. شفتو في مواقع التواصل الاجتماعي. هو مزيان لفقر الدم، يعني الناس اللي كيعانيو من فقر الدم، وفي نفس الوقت الناس اللي ما كيبغيوش السكر بزاف وكيبغيو يحليوه بشي حاجه اللي ما تكونش حلوه بزاف. يعني كتقدري تستعمليه حتى في التحليات ديالك، وحنا مقبلين على شهر رمضان، يعني كنستعملو كنحتاجو نديرو تحليات بزاف خصوصا في السحور. قلت علاش لا نقدروا نحتاجوه. وقلت نجربه. انا تقريبا عندي هذا التمر مده طويله باش محطوط عندي، وهنايا شديته حيدت ليه العظم ديالو، وغادي نشدو نغسلو مزيان، غير نغسلو ندوزو من الماء وداكشي. عاد غادي نوريكم الطريقه اللي شفتها في مواقع التواصل، الا صدقات بطبيعه الحال غادي تشوفوها معايا في اخر الفيديو. ما عرفتش كيفاش صبحتوا اليوم من المباراه ديال البارح. الصراحه تاثرنا بزاف، بقاو فينا الوليدات، بقاو فينا الناس اللي خلصوا لي تيكي بغاليين باش يدخلوا يتفرجوا في المنتخب الوطني، بقى فينا التعامل اللي تعاملوا معنا زعما اخواننا في القاره الافريقيه. صراحه بقى فينا الحال، بقى فينا روسنا على حسن التعامل اللي ترجع بالاساءه. هادشي اللي كاين. وصراحه بعض المرات مزيان الانسان يعرف فين حط راسو ومع من حط راسو. هادشي اللي كاين. واصلا كتبقى غير لعبه، الربح والخساره راه مقدر بيد الله. المهم حنا داروا اللي عليهم ولعبوا مزيان وتساليهم دمهم في وسط الملعب. المهم بلا ما نطول عليكم، الاجواء كيف ما عشوها حتى حنا عشناها. حنا تفرجناها من ديورنا، تاثرنا، بقى فينا الحال، قلوبنا ضرونا، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ما تجيش غير في الصحه وتجي فاش ما كانت. هذا الشيء اللي عطا الله. المهم هنايا كيف ما شفتوا، كيف ما قلت لكم، التمر حيدت ليه العظومه ديالو، غادي نغسلو ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غنستعملو. ها نتوما كيف ما تشوفوا معايا غنشللو مزيان. صافي هنايا شللتو صفيتو من داك الماء. غادي نرجعو للطنجره. هنايا السيده استعملات كيلو ديال التمر، درت ليه تقريبا 2 اطرو ديال الماء. انا دابا درت نص كيلو ديال التمر، غادي ندير فيه اطرو ديال الماء يكون مغلي. صافي هنا الماء غلى لينا، غنديرو داك الاطرو ديال الماء مغلي. هي قالت هذه اسرع طريقه، كديروها تقريبا غير ربع ساعه ولا ثلث ساعه كاع، وكطفيو على الكوكوط. المهم ها هو الماء مغلي، غادي نسد الكوكوط وغادي نديرها فوق البوطه لمده ديال ربع ساعه. طبعا الكوكوط راه كتقفلوا عليها، ما ديوش على كوكوطين، راه ما كنحكش الكوكوط بزاف. داكشي ديال الاكسده وداكشي، وصافي مابقيتش كنحكها. المهم انا درت ليها صفرت الكوكوط، ما بقاش درت ليها فرشيطه، خليتها تقريبا قلت لكم ربع ساعه على عافيه متوسطه. صافي من بعد منين تسالي ان شاء الله غادي نحل عليكم باش تشوفوا الطريقه كيفاش دايره. صافي هنايا نوريكم من بعد ما غلا داك التمر. هانتوما غتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. ها هو غادي نحتاجو الصفايه، غنحتاجو زيف حياتي. المهم انا هاد زيف حياتي راه يلاه شارياه، حيت ما عمر كان عندي زيف حياتي، ولكن المهم كنت شريته. بقيت كنسمع في السوشيال ميديا زيف حياتي زيف حياتي زيف حياتي، قلت ولي انا امراه، انا ما عنديش زيف حياتي. شريته، شوف فاش كتب انه نستعمله. المهم غادي ديروا بحال هكا، وغادي تخويو هادشي كله هنايا. هانتوما غادي ناخدو هاد البول بحال هكا، ناخدو هذا الشيء كله ونخويو على هذا الشكل. هكذا بحال هكذا. هانتوما غنجمع هاد الجوانب ديالو بحال هكا. بحال هكا صافي كتزيرو بحال هكا.
نشوف شي حاجه اللي بلاتي بقى معايا. هانتوما هاد الماء اللي في الاول هبط غتخليوه، وغادي تحاولوا تحولوها لبلاصه واحده اخرى تكون هكذا، وغنحط عليها شي حاجه اللي تكون ثقيله باش يخرج كاع داك الماء اللي كاين هنايا. يعني غادي نشوف شي حاجه اللي عندي ثقيله، وهذا واحد ورق العنب عندي، غادي نشدو غادي نحطو عليها هكا باش كيتقل عليها، باش داك الماء كامل اللي كاين فيها يهبط. الا عندكم شي حاجه ما تقل حطوها، يعني المهم اي حاجه ثقيله عندكم بحال هكا ولا سميتو باش كيهبط داك الماء كله اللي كاين تمايا. انا غندير ليه بحال هكذا، نخليه تقريبا حتى ينشف داك الماء كله اللي كاين تما. بالنسبه لداك المعجون اللي غادي يبقى لينا ديال التمر، راه غادي نوريكم اشنو غادي ديروا به، حيت كيجي بحال العجينه ديال التمر. وها هو الماء اللي هنايا اللي بقى هنا، هذا راه مازال غنغليوه، غنوريكم الطريقه، غنشاركها معكم وغنديرها معكم باش نشوفوا واش نفس النتيجه اللي عطاتني في الفيديو. المهم هادشي اللي كاين دابا، النتيجه هي هذه. ها هو الماء هذا، حاولت انني نتقلو باش من مكان غنحلو باش تشوفوا. ها هي كتجي بحال العجينه هكا. دابا هنا هاد الماء غادي نديروه في كاسرونه ويطبخ. دابا هنايا هاد الماء غناخذوه غنخوه هنايا، وغتخليوه يطبخ واحد المده. غنخليوه يطبخ حتى غيتحول لسيرو. هنا غادي نوريكم النتيجه، ها هي بدات شويه كتعقد، هانتوما، ولكن راه مازال حيت دابا حنا غادي نخليها تتعسل حتى كتخرج داك، حتى كتعسل، المهم حتى كتختار. يعني هنايا يلاه بدات كتختار، يعني باقي واحد شويه. المهم هانتوما راه نورمالمون راه غير ولا كراميل، ولكن انا نسيتو حتى تحرق. هادشي اللي عطا الله، ما كاين لا دبس رمان لا دبس تمر لا دبس. ندق كيدير ولا بحال كراميل. المهم حرقته، هادشي اللي عطا الله. الى فرصه اخرى.